أيها الفرنسيون، الجزائر ليست محميتكم. لقد أصبح موضوع الجزائر واحدة من الطقوس، بل واحدة من الثوابت التي باتت تستنفر الصحافة الفرنسية، التي تحولت إلى جوق إعلامي يحترف كل الممارسات العدائية ضد الجزائر، ومن أبرزها قناة القمامة فرانس 24، إذ ينطبق على كل هذا تلك المشكلة الأبدية للجمل الذي يبحث عن حدبة فوق جمل آخر دون أن يكلف نفسه الالتفات لرؤية حدبته. فقد بات الشغل الشاغل للصحافة الفرنسية السعي لتعميم الصورة بالاعتماد على نبرة التهويل المليئة بالأكاذيب، إذ يتهجم هذا الجوق بخزي ودون حياء على كل التحولات التي تشهدها الجزائر منذ انتخاب الرئيس تبون رئيسا للجمهورية، في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا إحدى أحلك المراحل في تاريخ الجمهورية الخامسة. يا أعضاء هذا الجوق الإعلامي الفرنسي المعادي للجزائر، إن الجزائر التي تم طردكم منها بلد الحريات، بلد مستقر ومزدهر بعيد كل البعد عن مستعمرة البؤس، والدليل على ذلك النتائج الإيجابية التي حققتها بشهادة الجميع الهيئات الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. فمن الأجدر بهذا الجوق الاعتراف بأن الجزائر أفضل حالا بالكثير من فرنسا. بالفعل إن الجزائر سنوات 2020 دولة تزخر بمؤسسات شرعية ومستقرة، بينما أصبحت فرنسا دولة غير مؤهلة للحكم. وفي الوقت الذي تظل فيه الجزائر بلدا ليست له مديونية، تغرق فيه فرنسا في بحر ديونها التي تفوق 3000 مليار ضمن 5 دول أوروبية الأكثر مديونية. وفي حين أن العالم بأسره لا ينفك الحديث عن الجزائر وتقدمها الكبير في شتى المجالات، أصبحت فرنسا مسخرة العالم. فحري بهذا الجوق الإعلامي الفرنسي الذي لطالما غض الطرف كلما تمت الإشادة بالجزائر أن يتجرع الحقيقة المرة، وأن يدرك للأبد أنه يستحيل تشويه صورة دولة عريقة كالجزائر وشعب عظيم وأبي كالشعب الجزائري، وأن يلتفت إلى محمياته، فالجزائر ليست ولن تكون إحداها. فهذا هو العهد الذي قطعناه أمام شهداء ثورة التحرير. تواصل المؤسسات الإعلامية العمومية في الجزائر قصف فرنسا على طريقتها الخاصة، كما نتمنى أن تحذو حذوها المؤسسات الإعلامية الخاصة. ففي الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أزمة سياسية وانسدادا ديمقراطيا بسبب انقلاب ماكرون على الشرعية وخيانته لأصوات الناخبين ورفضه لنتائج الانتخابات التشريعية في بلاده، سمحت القمامة الفرنسية قناة فرانس 24 لنفسها التطاول على الجزائر والجزائريين، وتغاضت عن كل الأحداث التي تعيشها فرنسا والأزمات التي تحسب بالفرنسيين وراحت تتهجم على الجزائر. لكن التلفزيون العمومي الجزائري الذي وصفها بالقمامة قام بالواجب المناسب نيابة عن الجزائريين.